السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى هنجهز هنعمل الكفر بتاع البانيه. زي ما انتم شايفين كده معانا هنا معانا بقسماط. ده بقسماط بنجيبه من اي عطار. وكمان معانا معلقة كبيرة نشا، ومعلقة كبيرة فلفل أسمر، وهنضيف معلقة كبيرة ملح، ومعانا معلقة كبيرة من الكركم. طبعا الكركم عشان تاخدي اللون كده الذهبي الحلو بتاع البانيه. وهنضيف كمان معلقة كبيرة بيكنج باودر. هنضيف كده معلقة، خلي البانيه جميل جدا وكده مبيبقاش مكتوم، بيبقى هش معاكي وبيكون كمان طعمه حلو. طبعا هنخلط كل المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها على بعضها زي ما انتم شايفين كده. وانا مجهزة بيضة كده، خلطنا كل المكونات كلها. جبنا بقى البيضة هي رشينا عليها رشة ملح، رشة صغيرة بس كده، ورشة فلفل أسمر. وهنقلب كل المكونات كمان بتاعة البيض ده عشان هنعمل بقى البانيه بتاعنا. طبعا البانيه بتاعنا عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات، وانا كنت سايباه يتبل. دلوقتي بقى ايه، احنا هنحط في قلب ناخد قطعة البانيه على البيض، وبعدين هنحط على على البقسماط زي ما انتم شايفين كده. ومهم جدا ان انت تبططي القطعة كده بايديكي او يعني كده بظهر كده المعلقة بس. وبعدين افضل حاجة بقى اللي احنا نعمل الكمية كلها وبعدين نسيبها في قلب التلاجة قد نص ساعة كده ولا حاجة، لو احنا مش مستعجلين عليها عشان الكفر يمسك كده عليها. طبعا دي خطوة مهمة جدا ان انت تسيبيه في قلب التلاجة كده عشان الكفر يمسك عليها. ودي خطوة مهمة جدا ان احنا نعينه في قلب التلاجة نص ساعة بعد ما احنا نعمل له الكفر بتاعه. ده طبعا زي ما انتم شايفين كده ده بعد نص ساعة. طبعا لو قعد في التلاجة عادي مش هيحصل له حاجة يعني. وبعدين هنقليه بقى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، صلوا على النبي كده يا حبايبي. ده كان البانيه بتاعنا جميل وسهل جدا. وتابعوني على الصفحة.